يا ترى ايه الهدف من اوضاع فئة الكلاسيك فيزيك لو انت واحد من الناس قررت تلعب بطولات؟ الاول لو احنا جينا لوضع السايد شيست، بيشوف عندك عضلات الصدر بتاعتك والتناسق بتاعها مع الكتف والدراع البايسبس والترايسبس. ده غير كمان واهم حاجة ان انت في الوقفات بتاعتك بيكون الرجل عندك مايلة بزاوية شوية لحد جوه، وطبعا في لعيبة تانية بيكون رجلها واقفة عادي خالص زي اللاعب كريس بامستيد، وطبعا دي بترجع لطريقة كل لاعب في العرض بتاعه. وتاني وضع بيشوفه عندك هو السايد ترايسبس، فبيشوف فيه عضلة التراي عندك. نيجي بقى لأهم وضع فيه وهو الفرونت دبل بايسبس، والوضع ده مهم جدا لأنه بيشوف فيه عندك كذا عضلة زي الباي، وتاني حاجة في عضلات البطن عندك، وبتكون مختلف عن لعيبة كمال الأجسام في إنك بتعمل الفاكيوم وبتشفطها فوسطك بيصغر، وهو ده اللي هم عاوزينه. والأهم من ده كله طبعا إن عضلات الرجل بتاعتك يكون فيها السيمترية والشكل الجمالي والحجم المناسب، ومعاهم طبعا في ان هو بيشوف تناسق عضلات الجسم العلوي بتاعك مع الجزء السفلي. نيجي للوضع اللي بعديهم هو الباك دبل بايسبس، وده اهم وضع لانه بيشوف فيه الخلفيات بتاعتك زي الظهر ومعاهم خلفيات الرجل، ومعاهم برضو ان هو يشوف الشكل الجمالي بتاعهم. نيجي بقى للوضع اللي بعديهم وده مهم جدا وهو الماسكولار بوز، والوضع ده بيشوف فيه تناسق الكتف بتاعك مع عضلات البايسبس وفوقيهم عضلات الرجل بتاعتك. نيجي بقى لوضع الابدومن والساي، وضع المعده والرجل، وده اهم حاجه فيه انك في الفئه دي بتعمل فاكيوم كويس جدا علشان يشوف وسطك مع تناسق عضلات الرجل بتاعتك. ده كان الفيديو بكل اختصار عن ايه الهدف من اوضاع فئه الكلاسيك. لو عجبك ما تنساش تعمل سيف وفولو وتابعني عشان يوصلك كل جديد، وعاوزك تقول لي رايك في التعليقات ايه اكتر وضع بيعجبك فيهم.